اه انا ما بقتش اخاف غير من تخبيط البيبان. قومي افتحي. استني ما اشوف مين. ايوه استر يا رب. خير كفالة الشر، في ايه؟ ده البيت اللي ساكن فيه الدكتور غازي الوعيد. ايوه يا فندم، وانا مراته. في حاجه؟ في بلاغ من مصحه نفسيه بهروب مريضه، وعندنا شك انها ممكن تقتل دكتور غازي. تقتله؟ ومين المريضه دي؟ اسمها صفوه وكانت مراته. صفوه. اهو الدكتور غازي وصل اهو. خير يا دكتور عون، في حاجة؟ سعادتك الدكتور غازي؟ أيوه أنا دكتور غازي. سعادتك تعرف واحدة اسمها صفوة؟ ما انا قلت لسعادتك الدكتوره صفوه كانت مرات الدكتور غازي. هي مالها صفوة؟ هربت من المصحة النفسية اللي كانت بتتعالج فيها، وفي خطورة على حياة سعادتك. هربت؟ هربت إزاي وإمتى؟ النهارده الصبح الدكتورة اللي بتعالجها بلغتنا إنها هربت وفي خطورة على حياتك. طب مش فاهم يعني أنا المفروض أعمل إيه؟ المفروض انك تحصن نفسك كويس، لان صفوه دلوقتي مريضه نفسيه، يعني غير مسؤوله عن تصرفاتها. على كل حال لو حسيت بأي خطر أنا سبت كل تليفوناتي للمستشفى والبيت عند سعادتك. أنتوا رحتوا البيت؟ امال ايه؟ راحوا البيت وقابلوا اكتفينا وقالوا لها. إيه؟ يعني إيه خرجت ونسي موبايلها في البيت؟ طب اسمعي، هي معاها صلاح؟ طيب خلاص اقفلي، يلا سلام. استرها معانا يا رب. دلوقتي بس افتكرته. صفوة كويس ان لسه فاضل مني شوية شبه تقدر تعرفني بيهم، بعد ما حولتني المسخ مرمي في مستشفى امراض نفسية. صفوة علي، مستشفى ملغمة بوليس، كلهم بيدوروا عليكي، انت كده هتضيعي نفسك. انا لسه ما ضعتش. اطمن خلاص، انا بقيت جلد على عظم، خالي من اي احساس. لا انا بخاف ولا بقى يفرق معايا، وهقتلك. صفوة انا جايز اكون غلطت، بس انت كده هترتكبي جريمة. هو في جريمة ابشع من اللي انت عملته فيا؟ في جريمة توجع اكتر من ان واحدة تبقى مقابلة لجوزها وهي في حضنه، تصحى تلاقيه مصورها وبيساومها. عشان كده انا لازم اقتلها. هدي بقى، سيبي دي، اقعدي. اسمع صوتك، اسمع منك ولا كلمة. دي مجنونة وهربانة من المصحة. هقتلك يا غازي. بقول لك يا تينا مجنونة وخطر علينا احنا الاثنين. الخطر هو انت، الخطر عليا وعلى حياتي وعلى كل اخواتي. دمرتني ودمرت العيلة كلها. كنت عامل زي الوهبة اللي دخل وقش كل الحلو اللي في حياتي. عشان كده لازم يموت. لا يا صفوة اوعي تموتيه، ده الموت رحمة ليه، الموت رحمة ما يستاهلهاش. علقوا لي المسالك.
انتوا الاتنين. لكم ايه؟ مفيش واحدة منكم تقدر تمس شعرة مني. ما بالنسبة ليكي انت بقى يا مراتي العزيزة، فانت اكيد عارفة الاخت دي دخلت المصحة ازاي. فلو خايفة على روحك مش عايزة تشوفي بعينيكي كده سيدي حلو زيك، سبقيني على البيت وحضري لي العشاء، استنيني فوق في اوضه النوم. مش لاقي اي كلمه سافله عشان اقدر ارد بيها على الكلام اللي انا سمعته منك دلوقتي. انا مش عارفه اقول لك يا اخي بكثرتك اللي انت فيها دي اعمل ايه؟ اخاف ولا اتصدم ولا اتف على الارض ولا اعمل ايه يا دكتوره صفوه؟ اتجنن زيك واخد اوضه في المستشفى ونبقى احنا الاتنين مجانين؟ ولا اسمع كلام واروح احضر له العشاء واستناه؟ والله بقى كل واحد أدرى بمصلحته. كل اول وله اخر. قتلناه ولا غلط ده؟ ولا حركة ولا حركة. صلاح 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 انت صلاح الله يخرب بيك. مين صلاح؟ مين دول اللي جايين ياخدوك يا مجنونة؟ استني يا مجنونة. ايه اللي حصل يا مرتضى؟ دكتور عمر خنق غازي بسلك التليفون وقتله، ولما شافني زقني وهرب. اقلبوا عليه المستشفى بسرعه. أنا كنت عارف إن الجدع اللي اسمه غازي ده مش هيجي من وراه غير المصايب. ربنا يسامحك يا تينا. مش وقت الكلام ده بقى يا عم حافظ. عمر لازم يعرف عشان يلحق يتصرف. الناس دي ناوياله على نية سودا. خلوصي هو اللي قال لي كده. أنا عارف، بس عمر هيلاقيها منين ولا منين؟ يا اخويا هو ده وقت ناد بالتراخر. موبايله كمان مقفول. طب والعامل؟ عمل إيه؟ أنا مخي تربس خلاص، ما بيفكرش. لا ده مش وقت ترباس، شغله لنا كده حبتين، الراجل هيروح في شربة ميه. يا حبيبي يا عمر. يا اختي للدرجه دي يا اختي عشقاه؟ يا نهار اسود ومنيل. في إيه؟ انت مستنيه حد؟